gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. ضغط لسه ما نزل، يعني العملية رح تتأجل كمان شوي. اليوم رح أعمل العملية. روح نادي لي الدكتور. إذا ما نزل ضغطه اليوم بيستنى لبكرة بينزل. ليش عم يعاند هيك يا عابد؟ شو بيعرفني؟ الأحسن أنت تحكي معه معلم. ليش بدي أحكي معه؟ أنت وصل له يلي قلت لك إياه. أصلا ما بدي يعمل هالعملية من الأساس. ماشي، رح وصل له معلم. كتير منيح، ورد لي خبر. وينه زازا؟ إمتى رح يجوا هالجماعة؟ قالوا على الطريق. عملية المعلم ردت اتأجلت يا عبد الحي. ضغطه عالي. التوتر من جواته مانو حابب يعمل العملية، بس رح يعملها يا باسة راس. ما بقدر اعمل العملية قبل ما ينزل الضغط. يعني بحال اجيت لعندكم اسعاف كنت رح تنتظر الضغط لينزل؟ حضرتك بتعرف مثلي قديش هالعملية صعبة وحساسة. سبقة وعملتها. ما عم بقدر افهم ليش انت ما بدك تستنى كم يوم. لأنه ما عاد بدي استنى، اليوم رح تعملوا لي العملية. بس يمكن ما تقوم منها. مو كتير فارقة معي. بس نحن ما بنتحمل المسؤولية. لا، بدكم تتحملوها، وإذا ما تحملتوها أنتوا رح لاقي حدا غيركم. القرار عندك. إذا مصر هيك بتوقع لي على ورقة بتتحمل المسؤولية أنت. عابد جيب لي ورقة بيضة وأنت بتعبيها شو ما بدك. ما رح تحكي مع الست الوالدة معلم؟ بس في ببقى بحكي معها. اتصل فيها وخليني احكي معها. بالبيت ما في حدا معلم. اتصل على الدكانة، بلكي عند أبي. عمو عمر، أنا عابد. المعلم بده يحكي معك. ابنك بده يحكي معك. بابا؟ شو ابني؟ خلصت العملية؟ لا أمي، رح فوت بعد شوي. حبيت اسمع صوتكم قبل العملية. يا ابني قلبي مو مرتاح لهالعملية. ليش كل هالقد مصر انك تعملها؟ امي انا اخذت قراري وخلص. وليش مفكر انه اذا اخذت قرارك يعني انه قرارك صحيح؟ وبدي افهم ليش نحن هلا مو جنبك بالمستشفى؟ ممكن احكي مع بابا؟ الله لا يحرمك من رحمته يا ابني ويوقف معك بهالمحنة. يا رجال عم يقول انه بده يحكي معك. ما بيسمع مني اصلا، ليش لا يحكي معي؟ الله يوفقك.
احكي معه هلأ مو وقتها. تفضل يا ابني. بابا نحن ما ودعنا بعض منيح. هاد اللي صار. ما عم تفهمني ما هيك؟ ليش لحتى ما افهمك يا ابني؟ بس ما بعتبر يلي عم تعمله صح. بابا أنا تعبت كتير ومليت. إذا في جراح بيقدر يغير لك حياتك عن جد ويريحك، معناتها خليه يعمل لك عملية يا ابني. إذا في طبيب بيقدر يغير لك القدر تبعك، سلم لي عليه وقل له يعمل لك قدر تاني يريحك ويرضيك. وانت يا بابا سلم لي على اللي كتب لي قدري. يمكن أنا هلأ بحاجة هالشي أكتر. ديروا بالكم على حالكم. ما عم يقبلوا القصة معلم، ما هيك؟ أكيد ما رح يقدروا يقبلوا. معلم، هي صار لنا أسبوع وضغطك ما نزل. بلكي هالعملية ما منيحة. عابد أنا رح أعمل العملية. يا معلم شو رح يتغير إذا غيرت وشك وصوتك؟ أنا يلي هلأ رح روح، وهيك ما عاد حدا رح يعرفني. بس أنت رح تعرف الكل. قبل هالمرة عملت هالشي، قديش قدرت إنك تبعد عن عيلتك وعن الناس يلي بتحبون؟ هالمرة رح أقدر بعد عنهم. يا معلمي حتى إذا عملت وش تاني، بحط المسدس براس حدا من الناس يلي بتحبون وبستنى، أكيد رح تيجي دغري. عابد، أنا بهذا الوش أو بأي وش تاني عم أخسر الناس اللي بحبهم. عندي قوة غير كل شي، بس ما عم بقدر غير القدر تبعي. معلم وقدر أمتنا شو رح يصير فيه؟ شو يعني هي الأمة ما عاد عندها ابن غيري؟ أستاذ ما رح يقوم منا، ضغطه ما عم ينزل، خلينا نستنى شوي عليه. بابا 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 بنتي؟ بابا قوم. ابنتي يا حبيبتي. حبيبة قلبي، أنا اشتقت لك كتير. اشتقتي لبابا؟ ايه اشتقت لك بابا. أنا بحبك كتير. بتحبي لي البابا؟ ايه وانا كمان بحبك كثير بابا.
رهف لوين رايحة؟ لا تروحي. سمعتيني؟ بابا بس أنا مو اسمي رهاف. ديربورن مكان جميل جدا، نلاحظ فيه أكبر تجمع عربي مسلم خارج منطقة الشرق الأوسط. التواجد في ديربورن له مزايا كثيرة، أهمها أننا نستطيع ممارسة طقوسنا الدينية دون فقدان لمسة الحياة الأمريكية. بعد 11 من أيلول صار المكان أكثر عدوانية. يقولون أننا مسلمون بربريون وإرهابيون، ملفوفي الرأس، وساء الوضع أكثر. صعب أن تتحمل الانتقادات التي ستوجه إليك. هل أنت قلقة من اعتناق الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أهم شيء في حياتي هو أسرتي، وأدرب فريق كرة قدم. العبوا بكل قوتكم. أنا أمريكي ولا يوجد لدي شك في ذلك. من حقول تكساس إلى شوارع ديترويت. فقط أعتى الناس لا يريدون أن يكون السبت ساكنا. حرارة السبت سترتفع بي فور براذرز السبت 10 مساء KSA على OSM Action HD. A new era has begun. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. No matter what, you'll never take that from me. My reign is as far as your eyes can see. ابعث الحياة في تلفزيونك HD مع أكبر عدد من القنوات بتقنيات 1080i HD الكاملة حصرياً على OSN. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing. We will remake the world, create the future. This is it. تمتعوا بتقنية HD على OSN مع التلفزيون الذكي من سامسونج. شاهد، تصفح، دردش وتبادل. انضموا معنا. سكروا له الجرح بسرعة. نحن جاهزين.
הנקרות שאנחנו רוצים. תן לנו העזרה והכסף והזמן. آمين آمين. خلينا نكون واضحين أكثر. ليك هذا الطريق اللي لازم نروح له، وبعدين بدنا نهرب من هون أو من هذا الطريق. إيه ماشي تمام. أو من هون. إيه بصير. خير شباب، شو في؟ ولا شيء، بس تعطلت السيارة. ماشي، يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله معك. المركز 82-5 82-5 مركز هجوم عند إشارة المرور، سيارة فان زرقاء مسكرة. أحمد مركز 82-5 82-5 حدا قدر يلاقي السيارة؟ مركز 82-1 نحن ورا السيارة. من المركز لكل الدوريات، رقم 1 عم تلحق السيارة المشبوهة، بس مو معروف كم واحد فيه بالسيارة. إلى المركز، السيارة مرت من قدامنا. السيارة رقمها كيو 577 ماشية باتجاه الموقع الأول. 82-6 جهزوا حالكم، السيارة قربت منكم. الدورية عم تستنى لقدام شوي. قربوا من السيارة. هلكن انزلوا من السيارة. يلا انزلوا. ارفعوا ايديكم لفوق. قربوا لقدام. انزلوا من هون. امشي 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 يلا. هلا جابوهم على المخفر. ما بعرف كيف قدروا يمسكوهم. إذا ما طالعناهم هلا رح تنكشف هوياتهم. أنا بحاول دبر الأمور سيدي. حقير واقف عدو. رح نستمر بعملياتنا هي حتى يتحرر شعبنا. رح نضل عم نلحقكم لحتى نسيطر على المنطقة كلها.
لكن الزهر تبعي ما حدا بيجيبه. يا لطيف على هالحس. استشهدوا شرطتنا على ايدين ارهابيين. شو عم تحكي؟ شو هالحكي هذا؟ شو عم هلا اخذوهم على المخفر. بكره بيطلعوا صراحه. رح يقدر من الشرطه. روحوا على المخفر خلينا نشوف. يلا يا شباب. والله الواحد ما يلا بسرعه. هلا واحد سيدي الناس قايمه قيامتها علينا. ما بنحسن نخليهم عنا اكثر سيدي. يلا انت بلش. يبعد عنا. يلا شباب. طبعا خذوا هي. وهي كمان. مين حضرتك؟ وشو جاي تعمل هون؟ من المخابرات. إذا ما بتطلعوا هدول من هون رح يقتلوهم. ارموا سلاحكم انتوا وياه. يلا بسرعه. لوين بدنا نروح؟ على مرسين، ومن هنيك بتروحوا على قبرص. أعطيني تليفونك. ألو؟ الرمز 194. لازم أحكي مع شارون هلأ بسرعة. شهميران، بدنا نشوفك على راس هاي المنظمة. صار وقتك بكفي هيك. طول ما الزعيم تبعنا بعده عايش ما حدا رح يقدر انه يكون راس المنظمة غيره. الزعيم أسس المنظمة ومشي الحال. القائد الجديد هو يلي رح ينقل المنظمة من منظمة إرهابية لمنظمة بطلة بعيون الناس. وهذا الشيء انت رح تقدر تعمله، وطبعا نحن رح ندعمك أكيد. لازم تساعدني لأعمل عمليات كبيرة ضد الجمهورية التركية حتى تخليني أقبل بهذا الشيء. رح نساعدك، رح نعطيك الفرصة لتقدر تعمل أول عملية نووية بالعالم كله. مو بس تركيا يلي رح تعرفك، كل الدنيا رح تحكي بيلي رح تعمله.